يستعد عشاق كرة القدم لمواجهة حماسية بين المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025. مباراة تعد بالكثير من الإثارة والندية على ملعب خليفة الدولي. سنأخذكم في جولة كاملة حول موعد المباراة، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع للمنتخبين، لتكونوا على اطلاع كامل قبل انطلاق اللقاء. موعد مباراة المغرب والإمارات: تنطلق المباراة يوم الاثنين 15 من ديسمبر لسنة 2025 على أرضية ملعب خليفة الدولي في قطر، الساعة 5:30 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 6:30 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 3:30 بعد الزوال بتوقيت المغرب. هذا الموعد يجعل عشاق كرة القدم في العالم العربي مستعدين لمتابعة مباراة حاسمة في طريق الوصول إلى النهائي. التشكيل المتوقع للمنتخب المغربي: يستعد المنتخب المغربي بتشكيل هجومي متوازن على طريقة 4-4-2. حراسة المرمى: مهدي بن عبيد. خط الدفاع: حمزة مساوي، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، محمد بوليكسوت. خط الوسط: محمد ربيع حريمات، أسامة طنان، أمين زحزوح، وليد الكرتي. خط الهجوم: طارق تيسودالي، كريم البركاوي. يأمل المنتخب المغربي في استخدام هذا التشكيل لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي. التشكيل المتوقع للمنتخب الإماراتي: يعتمد المنتخب الإماراتي أيضاً على طريقة 4-4-2 لتعزيز قوته الهجومية والدفاعية. حراسة المرمى: حمد المقبالي. خط الدفاع: روبين فيليب كانيدو، لوكاس بيمنتا، ساشا إيفكوفيتش، ماركوس ميلوني. خط الوسط: ماجد راشد، نيكولاس خيمينيز، يحيى الغساني، علي صالح. خط الهجوم: كايو لوكاس، برونو أوليفيرا. يأمل المنتخب الإماراتي في مفاجأة الخصم وتحقيق بطاقة العبور إلى النهائي. تحليل المباراة والإثارة المتوقعة: يتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والندية، حيث يسعى المنتخب المغربي للحفاظ على صدارته في البطولة، بينما يسعى المنتخب الإماراتي لتحقيق المفاجأة والتأهل إلى النهائي. ستكون لحظات الحسم حاسمة وستحدد من سيمثل البطولة في المباراة النهائية. القنوات الناقلة لمباراة نصف النهائي: تنقل مباراة المغرب والإمارات عبر مجموعة واسعة من القنوات العربية: بي إن سبورتس HD وبين أكسترا 1 مجانا. الكاس القطرية: دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، الكويت الرياضية. بهذا يمكن للجمهور متابعة المباراة بكل سهولة من أي مكان. لا تفوتوا مشاهدة مباراة المغرب ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025، واستعدوا لمواجهة مليئة بالإثارة، التكتيك والمهارات العالية. تابعونا لتعرفوا آخر المستجدات، الأهداف والتحليلات بعد المباراة.